المقدمة للمواطنين خاصة في الريف المصري. يقوم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بالفيوم بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بقرية بني صالح بمركز الفيوم بتكلفة تصل ل 238 مليون جنيه. نتابع. بقرية بني صالح بمركز الفيوم ولتحسين مستوى الخدمات المقدمة لمواطنيها، يقوم مرفق مياه الشرب والصرف الصحي بتنفيذ مشروع الصرف الصحي بتكلفة إجمالية تصل إلى 238 مليون جنيه. مشروع يستغرق عامين، ويعد المشروع الأكبر من نوعه الذي يتم تنفيذه بالمحافظة. المشروع هو أحد مشاريع برنامج توسعة صرف الصحي بمحافظة الفيوم. البرنامج هو برنامج كبير جدا بيغطي 57 قرية، والهدف الأساسي منه هو توصيل خدمات الصرف الصحي لكل قرى الفيوم المحرومة، بالإضافة للمشاريع الأخرى في الدولة اللي ماشية بالتوازي معاها زي مشاريع حياة كريمة. والهدف الأسمى هو تطهير بحيرة قارون والوصول بها للمستوى اللائق بها اللي هتعمل جذب سياحي إن شاء الله في المنطقة وتبقى نافعة لمحافظة الفيوم كلها. ولتوعية المواطنين وأهالي القرية بالمشروع وأهميته والعقبات التي تواجه تنفيذه وسبل التغلب عليها، نظم مرفق مياه الشرب والصرف حوارا مجتمعيا مع أهالي القرية حضره عدد من أعضاء الشركة القابضة والشركة المنفذة. بيجعل المواطن من حيز المراقبة إلى حيز التفاعل. المواطن شريك في التخطيط، شريك في العمل، شريك في المراقبة، بيبدي رأيه، بيستمع لرأيه، وبالتالي جاه اللقاء النهاردة في هذا السياق. المشروع الذي يحقق حلما طال انتظار أبناء القرية تحقيقه بلغت نسبة الإنجاز به إلى 30%، ومن المقرر تدشين العمل به في بداية عام 2024. نشكر شركة المياه لأنها بترد على التساؤلات بتاع أهل القرية من المخاوف اللي عندهم، ومدة تنفيذ المشروع هتبقى 2 ودي مدة قصيرة جدا. ده طبعا حلم كان لبني صالح وحلم من زمان من أكتر من 30 سنة، وهو النهارده في التنفيذ، واللجنة المجتمعية بتنسق مع شركة المياه ومع الشركة المنفذة وبتحل المشاكل، والحمد لله. وده حلم بالنسبة لنا إنه يخلص في خلال 2 بس. مشروعات عملاقة يتواصل العمل بها بالقرى والمراكز بالمحافظات المختلفة خدمة لأهلها وتحسينا لمستوى معيشتهم، والعمل على توفير حياة كريمة يستحقها المصريون كافة. سوزان مصطفى، التلفزيون المصري. أطلقت شركة مودرن